اهلا بيكم وحلقه جديده من قلبك ابيض. النهارده ضيفي الفنان الكبير الكوميدي طلعت زكريا. قعدت افكر كتير جدا ممكن اعمل ايه عشان اخد رياكشن من فنان طلعت زكريا، او اعرف اكتر عن شخصيه الفنان طلعت زكريا، اعرف اكتر عن قلب الابيض بتاع طلعت زكريا. قررت ان انا اكلمه في مشاكلي قبل التصوير. انا المفروض مستضيفاه في برنامج اسمه قلبك ابيض حوار، والمفروض ان انا هبتدي اكلمه عن حياتي الشخصيه، والكاميرات اكنها واقفه ما بتصورش، هنخلي المصورين يحاولوا يمشوا من على الكاميرات ونقعد ندردش قبل الحلقه. وفجاه هتخنق من حياتي جدا 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 وهنط في وسط النيل. اكيد الفنان طلعت زكريا مش متخيل ان انا بهذا الكم الهائل من الجنون، لان احنا هناخد اليخت ونقف وسط النيل وهنط قدامه وسط النيل. هنشوف طلعت زكريا قلبك ابيض ولا مين اللي عندها مشاكل؟ والله من الصبح عمال يكلمني. هي بتطلع زي الفل في البرامج. والله ما اعرف يعني النهارده يعني على حظي انا المود بتاعها مش حلو. معلش بقى يا عم طارق، هي هتشوفك هتفك، هي هنحاول هتشوفك هتفك. نفكها ان شاء الله. الاستاذه خلصت يا جماعه. زي حضرتك؟ ازيك عامله ايه يا ريان؟ صحيح مكتئبه شويه؟ لا مشاكل كده. والله مشاكل في الشغل ولا في البيت ولا إيه؟ اسحبها على ظهرك. لا قوم من هنا. لا الشغل ده كلنا يعني كلنا عندنا مشاكل في الشغل، بس اه الحياه الشخصيه صعبه جدا. شيخ ارمي ورا ظهرك. لا يعني فكرة بيبقى صعب الواحد يستحمل ضغط الشغلانة دي وفي نفس الوقت يبقى عنده مشاكل في البيت. ليه بالعكس؟ الناس بتحسدك على شغلانتك. بتتفسحي وبتجري وبتروحي وبتنزلي تراب وبتنزلي تراب وتطلعي من تراب. بتفسح في المستشفيات. مش هنتحرك باليخت؟ هنتحرك. طب يلا. يلا يا ريم، عشان انا بخاف من الميه اساسا عموما. بجد؟ انا اسكندراني بس بخاف من الميه. مية النيل ولا مية البحر؟ اي ميه ان شاء الله ترعى. أنا بس حد يجيب لي حباية صداع بس، عشان بجد حاسة إن عندي حد يجيب لها حبايه صداع يا جماعه. انتاج. هيجيبوا لك حاضر حبايه يا احنا في وسط الميه. حاضر. لا الإنتاج هنا بيبقى معاهم أدوية وكده، دماغي هتفرتك مش قادرة. الف سلامه. يا سلام. انت مش قادره تشتغلي خالص؟ لازم لا لا نبشرها. لا ما تفهمش غلط والله، أنا عندي بس ظروف صعبة في البيت ظروف صعبه ايه بس يا ريم؟ كلنا عندنا ظروف صعبه. ليه انت عندك ظروف صعبة؟ وانت معروف انك مبتسمه دايما حتى في الشدائد. ده بيقولوا عليا مبتسمة. نكدية. لا بالعكس، وبعمل مين نكد بيقول عليك وبتاع. كده؟ لا لا ساعات بتعملي نكد وتقطعي قلبنا، بس في الغالب لا هو الحمل تقيل بس. حمل تقيل عليكي انت. يعني الشهرة برضو مش سهلة طبعا والرجالة بصراحة الرجالة بيطلعوا عين أي ست في الدنيا. ليه بس؟ انت اللي اتجوزك ما انت جوزت كام يطلعش مرة؟ عينك. انا 2 واحتمال في 3 قريب. بجد والله؟ يعني اتجوزت 2 وطلقت؟ لا ما طلقش. امال ايه؟ 2 على ذمتي. بجد والله؟ والله. الاتنين مع بعض؟ وتجيب واحدة تالتة معاهم؟ لا بس في تفكير. بجد والله؟ في تفكير يبقوا 5 تبقى الحياة لطيفة. 5 زي ما هم 4. قصدي 4. انت هتعمل دين جديد؟ لا اعوذ بالله. طب ايه؟ لا 4 كويسين قوي. وتعمل ايه؟ تروح يومين ولا تعمل ايه؟ بص الحياة دلوقتي بقت صعبة والستات بقوا فظاع. احنا الستات فظاع؟ يعني ابقى قاعد كده اشوف واحدة معدية هتجنن عليها. واحدة جاية من هنا. ليه؟ لأن معايا واحدة زوجة بس. حتى لو عشان حتى امنع لو بتحب نفسي مراتك؟ طبعا. عشان امنع نفسي من الغلط لازم يبقى فيه 4. مش خايف الكاميرات تبقى دايره طيب والموضوع ده يطلع في التلفزيون لا وتلاقي لا. نفسك طلقت ما التلاته؟ أعتقدش لا طبعا دايرة. مفيش حاجه دايره. بس وده الشرع، فهتبقى الحياة لطيفة. الواحد مش هيبص لواحدة تانية وعنده 4 ولازم يكونوا مختلفين. واحدة شعرها اسود، واحدة شعرها اصفر، ليه واحدة دايما الراجل لما يدخل على ست عازبه كده ومثلا متطلقه او حاجه
وهو متجوز يقول لها مراتي مش كويسه ومراتي مش حلوه ومراتي مش عارفه ايه لا لا، ده يبقى ويضحك عليها ويقول لها انت كده هتنقذي بيتي وانت مش عارفه ايه. وبيسيب دايما التانية عشان الاولى. ده بيبقى الرسم، ده بدايه الرسم. يعني هي عجبته قوي فيجيب التهمه في الزوجه الاولى. وانت ازاي تقنع اتنين ان هم يبقوا مع بعض او 3 او 4 زي والله اذا كانوا عايزين اهلا وسهلا. ولو قالت لك لا هتسيبها؟ طبعا بالسلامه. اللي تقول لا بالسلامه. حتى لو معاك اولاد منها؟ حتى لو معايا اولاد. ازاي؟ انا دكتاتور. لا يعني ما تقولش مثلا مش هقعد من غير ولادي مثلا. لا يعني ليه بتجزم انها لازم تسمع الكلام؟ انا ولادي كبروا وخلاص وسابوني اعمل اللي انا عايزه. شفتوا انتوا ظلمه قد ايه؟ يعني ما بصي ما فيش راجل مثالي. طب وانا اعمل ايه لما راجل يسيبني؟ لما راجل يسيبك؟ يعني ازاي احب واحد واعيش معاه واخلص له وبعدين في الاخر بعد كل السنين دي يسيبني من غير ما اعمل له اي حاجه؟ لا يسيبك كده من غير سبب يتهيألي ده صعب. اكيد انت عملتي حاجه او لا يسيبني مثلا عشان مثلا مراته التانية مش موافقه ويكون هو متجوز قبل كده. في برضه رجاله كده. ايوه انا حصل معايا كده. حصل معاكي كده ايه؟ حصل كنت متجوزه واحد متجوز وبعدين سابك ورجع لمراته؟ سابك امتى؟ ما بقيتي مذيعه مشهوره وممثله مشهوره؟ لا ده لسه امبارح. اصطادوا، حد بيصطاد، حد تمام. حاجه مفيش حاجه. فاير وورك، حد بيلعب فيلم. مفيش فاير وورك الصبح. فاير وورك. فاير وورك تخيل؟ ده بيبقى بالليل. هي بتضرب ومفرقع بالجو. طب ليه بيعملها الصبح مش فاهم؟ خلص. ايوه يا ست روقي عشان نعرف نعمل حلقه كويسه. لان انت حتى شكلك باين انك مش مبسوطه. لا بس انا هفصل. يا ريت ما كنت جيت والله. انا عايز اول ما استاذ ايهاب يقول لي نبتدي هنبتدي على طول. انا عارفه ان انا معطلاك والله بس هتغيري يعني الملامح الوش دي. لا اكيد انا بروفيشنال يعني اول ما طبعا. طيب يا مسهل. يلا انا اتفضل. يلا 5 4 3 2 1. اهلا بيكم وحلقه جديده من قلبك ابيض. النهارده ضيفي الفنان طلعت زكريا، فنان كوميدي كبير ومن الناس اللي بحترمهم جدا اللي ثابتين على رايهم جامد جدا. عايزه اعرف ايه اوحش لحظه مريت بيها وحسيت انك مش لاقي قلب ابيض يقف جنبك. اكيد لحظه التصريحات اللي انا قلتها على ثوره 25 يناير اللي انا لازلت بقولها. بس الاول ما كانش حد واقف جنبي. دلوقتي كل الناس واقفه جنبي. كل الناس عرفت انك كنت صح. عرفوا ان انا كنت بتكلم صح والتحرش اللي في ميدان التحرير ده احنا محتاسين في التحرش اللي في ميدان التحرير اهو. فاكر عملوا فيك ايه؟ طبعا قطعوني وقطعوا اعمالي وقطعوا كل حاجه وما كانوش مصدقين ان في تحرش في ميدان التحرير. ولقيت اي قلب ابيض وقف جنبك؟ قلب بقى مراتي وقلب ولادي دول اللي كانوا قلبهم عليا. مش قادره يا جماعه، ادوني بس دقيقه. ستوب يا جماعه. يا اكرم. ايه؟ ترش حبايه الصداع؟ بريك 5 دقايق يا جماعه. لا 5 دقايق ايه؟ 5 دقايق بس. مش قادره والله خالص. مش عارفه في ايه. حاسه انا مخنوقه. يلا يا ريهام. انا دقيقه بس باخد نفسي بس حاسه ان انا مخنوقه. يلا يا ريهام عايزين نشتغل. حاسه ان انا مخنوقه مش قادره والله. هيك حاجه. طب نرجع على الشط وامشي انا واتخنق انت براحتك.
مفيش اي رحمه يعني؟ مش مسألة رحمة، مسألة إن عندنا ارتباطات وعندنا مواعيد، مش مسألة رحمة خالص. ولو أنت مودك وحش ما كنتيش طلعتي المركب وقلت يلا، أو إذا كان عندك صداع كنت الأول تتعالجي من الصداع وبعدين تطلعي. يا ذنبي إيه أنا في القعدة دي؟ إيه ده؟ يا ذنبي ايه انا في القعده دي؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. رام 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 يا نهار اسود، ما بعرفش اعوم انا. رام يا ريهام يا جماعه، جماعة دي مجنونة يا جماعة. والمصحف ريهام يا نهار اسود. خلي بالك اللقش ده اخبطها، خلي لا بالك. في صبايا الخير ولا في الأعمال الخيرية يا جماعة. حد ينزل لها المية هنا تقيلة مش زي البحر. ريهام مجنونة دي، الله يخرب بيت سنين يا جماعة. فين المسطحات المائية؟ ريهام يا كابتن اللي على المركب، كابتن. اكيد الفنان طلعت زكريا ما كانش ابدا يقدر ينط ورايا. حد والنبي دي ريهام سعيد، دي ريهام سعيد. حول ولا قوة الا بالله. ما كانش المفروض تطلع يا جماعة، ما كانش المفروض تطلع خالص. دي مجنونة ورحمة أمي باين عليها. طبعا الناس اللي معانا دول مجاميع، واحنا قدامهم محدش. ريهام طب مين اللي بيسوق؟ شوف يا عصام مين اللي بيسوق المركب. خليه يطلع كده قدام شويه، انا مش شايفها. والمصحف مجنونه، والنعمه الشريفه مجنونه. وقتك انت كمان قرب ده. اهي اهي اهي. حد يطلع، هات حبل، هات حبل. طيب ريهام ريهام ريهام، انت كويسه ولا انت مجنونه ولا ايه؟ ايه ده؟ ما تنطش ورايا! نط وراكي؟ ما تنطش ورايا! ليه ما نطتش ورايا؟ نط وراكي في النيل. قلبك ابيض ولا ايه؟ قلبي زي الفل، بس ما انزلش انا ميه النيل. انت مجنونه وعهد الله. طلعوها يا اخوانا. هو ده مقلب ولا ايه الحكايه يا جماعه؟ يا جماعه ورحمة أمي لو كان مقلب لحرميها في النيل تاني. خش يا ريس، المركب ده يخلص. طلعت. هي فين؟ مش باينة، مش على المركب يا جماعة. ايه؟ مغمى عليها؟ اياكش تروح فيها ونخلص. لو كان ده مقلب اياكش تروح فيها ونخلص. بيسحب اكتر من مره في يا ريهام يا ريهام، يا اللي وقعتي قلب امي. في حد ينط في النيل؟ اسود عليا، دي مجنونه دي، والله العظيم مجنونه. والبنطلون هيقع مني وليلتكم مش حلوه. ايوه كده. ايه التسقيف ده؟ هو مقلب.
طلعت بقى التصوير. والله العظيم ما بدور عليك كلكم بتعملوا سجاير وانا عم طلعت الحمد لله. المايك جاهز، تعالوا هنا في بوم. هي فين؟ يعني هو وشه اصفر اصبر علينا ده شغل. والله لسه. دي ممكن هي طالعه من هنا. احمد هلا. تعالي تعالي زعلان؟ المايك فين بتاعي؟ اهو قبل ما تنتحري اهو. تنزلش ورايا. هنزل وراكي فين؟ اتخضيت. لو كانت امي طلعت من تربتها ونزلت الميه دي ما كنتش حاجه. طب انت ليه بتعملي كده؟ انا عايز اسالك سؤال. اتخضيت والله بصي انت البرامج بتاعتك تحفه والناس بتحبك. عملتي كده فينا ليه؟ ده احنا من مريديكي بنفتح التلفزيون نتفرج عليه. بس ثانية واحدة، مش المفروض تنط ورايا؟ انت وراكي هنا؟ اه. طب بذمتك عايزة أقولك كنت هموت. المركبين جنب بعض وحياة ربنا عملوا بجد زي دوامة، اتسحبت تحت. سيبك من دوامه، احساس الطش اول ما نزلت طش. ايه؟ اتخض. لان انا عمري ما نزلت في النيل. اتخض. طب يلا رجعوا بينا. والله العظيم وفي النيل يعني لو البحر كنت قلت ماشي انما طب النيل عمل ايه؟ اتخض عشان اقول له قلبك ابيض ولا لا؟ اتغدى عليك قوي. عليك بجد؟ عليك قوي. طب ما قلتش لاي حد ينزل فيهم ولا حد نط ورايا. هو انا لقيت حد؟ ما فيش حد خالص كان واقف تقريبا، ما كانوش عايزينك يعني ما تقريبا اتخانقوا منك طب سقفوا كلهم. الفنان طلعت زكريا بقى. لا بس انت قلبك ابيض من غير حاجه غير حكايه الاربع ستات دي. اه والله قلبي ابيض جدا. اه بس اربع عارفة ستات دي قلب اسود قوي. عارفه لو انا قلبي اسود ما كنتش جيت لك. لا والله العظيم ليه؟ اقول احنا لك طول عمرنا ليه. بنعمل حلقات حلقه. ايوه اه الحلقه اللي فاتت انت وسعد اللي ايوه انا جيت فيها زعلت فيها انت. وزعلت واتعصبت ودمي خلاص هو فار. سعد صغير اللي يشيل الحكايه دي مش انا. اه انت انا اللي اتعاقبت هنا، كنت هموت دلوقتي. صحابي بديت اشك فيهم كلهم ليه؟ كلهم مقالب ها؟ كله مقالب. لا بس خليك قلبك ملتزم. ابيض وكل سنه وانت طيب، وما كنتش عايزه اعمل حاجه تنرفزك ولا كده، قلت اعمل مقلب في نفسي، فطلع مقلب في نفسي فعلا. زنقوني وسط المركبين كانوا هيموتوني. تصدقي بالله من حفر آخر حفره حاجة- اللي اخيه وقع فيها. والمصحف اخر حاجه توقعها انك تنط في النيل. اخر حاجه ما كانتش في الحسبان. يعني قلت انت في يمكن البرنامج بتاعك بتعملي كل حاجات ممكنه، انما في صعبة. نط في النيل كمان. اه الحلقه الجايه من فوق برج القاهره عدل. فنان طلعت زكريا يا جماعه. فاكرين كلكم كده مقالب، مفيش حد حقيقي.